هل سألت نفسك يوما ليه بتشتغل 12 ساعة والمحصلة في الآخر صفر؟ ليه مجهودك وتعبك مش باين على حسابك البنكي؟ انت دلوقتي في فخ السنجاب المطحون، بتجري في ساقية ما بتخلصش، بتبذل طاقة جبارة لكن في الاتجاه الغلط. المجهود العشوائي هو أسرع طريق للإفلاس النفسي والمالي. هنا بيجي دور الثعلب، المخطط المالي لشركة. يلا نعمل فلوس. السر اللي كشفه المليونير الفوري مش في كمية الشغل، السر في وضوح الهدف. الرغبة لوحدها ما بتعملش ثروة، والوضوح هو العملة الجديدة في العالم الجديد. وعشان تكون جزء من فريقنا المخطط تخرج من ساقية السنجاب، اتأكد إنك مشترك في قناة يلا نعمل فلوس ومفعل جرس التنبيهات، لأن كل فيديو بننزله هو خطوة جديدة في طريق ثروتك. ولايك سريع للفيديو لو مستعد تسمع السر اللي جاي. القاعدة الذهبية بتقول الوضوح هو القوة. عقلك البشري ما بيفهمش كلمة عايز أبقى غني، هو بيفهم لغة الأرقام وبس. عشان كده السر الحقيقي في القلم والورقة. لازم تحدد الرقم اللي محتاجه بالمليم، والتاريخ اللي هتمسك فيه الفلوس دي باليوم والشهر والسنة. علميا عقلك الباطن شغال زي الرادار أو الجي بي اس. لما بتديله إحداثيات دقيقة بيبدأ يفتح لك سكك وفرص ما كنتش شايفها وانت بتجري تايه. انت كده بتتحول من شخص متمني لشخص مخطط بيعرف يصطاد الفرص. لكن خلي بالك من تحذير البومة، المستشار القانوني للشركة. الهدف اللي مش مكتوب هو هدف باطل قانونيا في دستور النجاح. الكتابة والتوقيع على هدفك مش مجرد حبر على ورق، ده عقد ملزم بينك وبين مستقبلك. البومة بتقولك الهدف غير المكتوب ليس هدفا، ولو ما معكش قلم وورقة بتوثق بيهم أحلامك يبقى أنت لسه بتلعب. وفي النهاية الأسد مدير شركة يلا نعمل فلوس بيقولك الكلمة الأخيرة: المال ما بيعرفش المتمنين، المال بيعرف المنظمين. بطل تتمنى وابدأ خطط. رحلة المليون بتبدأ بقرار وقلم وورقة. لو وصلت لهنا فأنت فعلا جاد في رحلة التغيير. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان الفايدة تعم، وانضم لعيلتنا بالاشتراك في القناة. وعشان تشوف الخطة العملية كاملة وتعرف ازاي تطبق قاعدة الرقم والتاريخ، ادخل دلوقتي على الرابط في الوصف واقرأ المقال الكامل على مدونة بلوجر. يلا القلم في ايدك والمليون مستنيك.